ولهم عدة مطالب تتلخص في إقالة الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعودة اللواء طارق المهدي للإشراف العام على اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأيضا محاسبة رؤساء القطاعات الفاسدين. وبعث الجيش باللواء إسماعيل عثمان للتحدث مع المتظاهرين. لم يكن الكلام مرضيا طبقا لما رآه البعض، ولم يتم تحقيق المطالب. المعتصمون أعلنوا حربا على الفساد وطلبوا بتحقيق مطالبهم وبتعيين لجنة من الحكماء تقوم ببحث الوضع وتصدر قرارات ملزمة. ويبقى اللواء طارق المهدي مشرفا عاما، في حين يطالب البعض برحيله والاكتفاء بالمجلس لحين استقرار الأوضاع في مصر وتكوين هيئة مستقلة. معي اثنين من قطاع الإذاعة المصرية. معي محمد حسان من إذاعة الشرق الأوسط. محمد أهلا بك. أهلا بك. أيضا معي الأستاذ أحمد نايل من إذاعة الأغاني. أهلا بك أحمد. أهلا وسهلا بك. في البداية أنا عرضت التفاصيل صح ولا أنتم حابين تضيفوا شيء؟ هو بس الاعتصام ليس فقط للعاملين بالإذاعة أو بقطاع الإذاعة، الاعتصام للعاملين بعدد من كل قطاعات المبنى. يعني هناك من قطاع الأخبار، هناك من قطاع الإنتاج، هناك من قطاع القناة المخصصة. ليهم نفس المطالب محمد؟ نفس المطالب، نحن جميعا نتفق على نفس المطالب المشروعة. طيب، بداية سبب الاعتصام فقط هي المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، ولا في أسباب أخرى يا أحمد؟ في العديد من الأسباب. أولا الفساد اللي احنا بنتكلم عنه عشان بس نقدر يعني نحط خلاف أو نقطة خلاف بين الاثنين. الفساد المالي شيء ده من اختصاص الهيئات المنوط بيها إنها تراقب ده. احنا بنتكلم عن فساد فني. يعني إيه فساد فني؟ يعني استراتيجية إعلام. احنا ما غطيناش الأحداث كما ينبغي. لك أن تتخيل يا سيدي أن أنا إعلامي مصري، مع شديد احترامي لقناة الجزيرة، أنا كنت بستقي معلوماتي من قنوات غير مصرية، من الجزيرة، من العربية، جنب التلفزيون المصري. أنا علشان أعرف الحقيقة، جنب الإذاعة المصرية طبعا، عشان أعرف الحقيقة نزلت بنفسي. أنا ضللت من يوم 25 يناير لغاية يوم 29 يناير وأنا إعلامي. وتدخل مبنى مسبير واتحاد الإذاعة والتلفزيون. ضللت. ده مش تقصير، مش برضو جزء كبير من المسؤولية بيعود عليك أنت بصورة شخصية؟ دعنا نتفق على حاجة. يمكن طبيعة تخصصي المنوعات الغنائية، فالاحتكاك بالناحية السياسية والإخبارية مش قوي. زائد موجة الذعر اللي أصبنا بيها من يمكن يوم الجمعة والسبت تحديدا، فترة الفراغ الأمني. زائد بقى أسباب شخصية، إن أنا كان الفترة دي ما عنديش فيها عمل. يعني كان في تم ضم جميع الإذاعات على كان في أجازة الفترة دي. أنا يعني ما احتكتش قوي. يعني أنا نزلت التحرير مخصوص عشان أتأكد، عشان أشوف بعيني، عشان أعرف الحقيقة. هو كمان لم يتم اختيار العناصر اللي بتمثل الإذاعة من كل الشبكات الإذاعية. يمكن أنا كنت من اللي شاركوا في التغطية الإذاعية. كان لدينا أمر غريب جدا، هو أنه نشرة الأخبار أو موجز الأنباء اللي بيأتي بيتحدث عن أن الدنيا جميلة والدنيا طيبة، وطبعا ده قادم إلينا من قطاع الأخبار، في حين انه احنا بنحاول نعمل مداخلات عشان نحاول نعدل الدفة في الإذاعة المصرية بالتحديد. بنواجه انه كان البعض بينتقدنا او البعض بيحاول انه يمنعنا من فعل هذه المداخلات. بالإضافة إلى يعني بعض الناس كانوا بيتصلوا بينقلوا صورة غير اللي بتطلع في نشرات الأخبار. احنا كنا بنحاول نتعمد ان احنا نظهر الصورة الحقيقية غير اللي جه في نشرات الأخبار. لما تطلع حضرتك تقول ان الدنيا هاديه والميدان ما فيهوش حد، فاحنا كنا بنحاول نعمل اتصالات مع الناس اللي في الميدان. فكان احيانا بيفرض علينا انه لا، ما تتكلموش في هذا الاتجاه، حاولوا تتكلموا في اتجاهات محدده، انه الدنيا كويسه، ان الثوره دي بيتحمل مسؤوليتها محمد مدير المذيعين مثلا في الاذاعه الرئيسيه اللي هي البرنامج العام او صوت العرب احنا كان في ضم اذاعات، ما كانش لينا مدير محدد غير رئيسه الاذاعه هي اللي تتحمل رئيسه الاذاعه. لا، هو رئيس قطاع الاخبار هو اللي كان بيتحمل، اللي كان بيجيب لنا الاخبار. وزير الاعلام في الوقت ده. وزير الاعلام في الاساس. التسلسل الوظيفي وزير الاعلام يليه رئيس السيد عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار،
يلي رؤساء القطاعات المختلفة، ثم رؤساء الشبكات أو رؤساء التلفزيونات، شبكات التلفزيون الموجودة. الفكرة مش فكرة الفكرة فكرة ان الوضع ما زال مستمر. يعني انت قطعت بالسيد انس الفقي وزير الاعلام ورئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون بالظبط اسامه الشيخ. السيد اسامه الشيخ. طيب دول الراس المدبره، لكن الاصابع التي تعزف الراس المدبره، لكن باقي الاذرع اين هي؟ الاصابع التي تعزف. طب على اي حال يا جماعه، يعني لو حاولنا ان احنا ناخد التركيبه النمطيه لاي هيكل اداري في مصر، هو ماشي بالترتيب، اللي فوق بيؤمر واللي تحت لازم ينفذ، وبالتالي المسؤوليه على اللي تحت الى حد ما، يعني ربما يشفع ليها مساله ان الاوامر فوقيه، وكلنا نعرف. يعني اعتقد انه كان يبقى مهم جدا، وكنا نحترم جدا هذه القيادات، وكنا نطالب انها تكون موجوده دلوقتي لو كان ليها موقف. اذا اخذت موقف ورفضت ان تكون ضمن هذه المنظومه المضلله للمصريين التي روعت المصريين في البيوت لكي يتخلوا عن البقاء في ميدان التحرير، والتي نقلت صور مغلوطه، والتي صنعت اتصالات هاتفيه مفبركه كما حدث في قناه النيل الاخبار من احد المحررين اللي كان موجود داخل الكنترول روم، ويجرى معه اتصال هاتفي على انه مروع وعلى انه يعني يبكي لما حدث بسبب ثوره 25 يناير التي اضاعت مصر، وكل هذا هو غير حقيقي. هؤلاء لم يتخذوا مواقف، اضافه الى انه الازمه تدار بنفس الطريقه حتى الان. يعني لم يحدث تغيير. الثوره لم تصل الى رؤساء القطاعات، وبالتحديد قطاع الاخبار. الثورة ما زالت في الشوارع المصرية وهم لم يسمعوا عنها وكأنهم من بلدان أخرى. بالتحديد الأزمة الأخيرة التي كانت تحت مبنى ماسبيرو، أزمة الإخوة الأقباط عندما كانوا معتصمين تحت المبنى، أول يوم كان الحديث في قطاع الأخبار على أنه تم الصلح بين المسلمين والمسيحيين ولا يوجد تجمهر، في حين أن حضرتك مش محتاج غير أنك أنت تطلع كاميرا موبايل، مش هقول كاميرا متخصصة، من أي نافذة من المبنى عشان تصور الاعتصام. ولما قالوا أن هناك اعتصام كان الأعداد ما بين 100 و200 في الوقت اللي كانت الأعداد بالآلاف. ده اللي عمل حالة من الاحتقان، وده اللي زاد الأزمة وخلى الأقباط يتهمون كل إعلامي داخل هذا المبنى بالفساد. أنا اتهمت بالفساد لأن رؤساء القطاعات، بالتحديد رئيس قطاع الأخبار، لم يدر هذه الأزمة بالصورة المرجوة حتى بعد الثورة، فأدى إلى أن أنا اتهمت بالفساد. طب على أي حال، البعض شايف أحمد أن بوادر التغيير جت لما تم تعيين مشرف من قبل القوات المسلحة اللواء طارق المهدي، بعد أيام تم إعفاء الرجل وتولية في نفس التوقيت، يعني تولية الدكتور سامي الشريف. طب إيه المشكلة أن واحد بخبرته في مجال الإعلام كأستاذ أكاديمي أن يتولى المنصب ده؟ المشكلة مش مشكلة خبرته بمعنى أدق، ده رجل له كل الاحترام كرجل علم، لكن احنا بنمارس عمل إعلامي عملي على أرض الواقع. زائد حاجة تانية، الخلفية السياسية. هو أنكر ان هو له اي صلة بالحزب الوطني. انا اسف، النهارده اوراق او ما شابه، ده ورق من على الموقع الرسمي، صورة طبق الاصل من الموقع الرسمي لجامعة القاهرة اللي كان هو بيدرس فيها استاذ دكتور سامي محمد ربيع الشريف، ده اسمه بالكامل. طبعا موجود الوظيفة والجنسية والديانة والحالة الاجتماعية والعنوان وتليفون المنزل والفاكس و المؤهلات العلمية، التدرج الوظيفي، عضوية اللجان. نعم، ماذا تستوقف؟ هو عضو في عديد من اللجان، أهمهم لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي في الفترة من 2000 ل 2002. في الوقت اللي هو أقسم في الاجتماع اللي كان عامله لقطاع القنوات المتخصصة أنه لم ينتمي إلى أي حزب قط، ولم يكن عضو في أي لجنة من اللجان. إذا كان قد بدأ معنا العهد بالكذب، فهل من المنطق أن يكون في المرحلة القادمة سوف يأتي التطوير لهذا المبنى على يديه؟ بالإضافة إلى أنه كان عضو في لجنة تنمية الكوادر بمسبيرو منذ سنوات عديدة. تنمية الكوادر اللي احنا النهاردة بنطالب بأنها لا تصلح. إذا كان لم يستطع أن ينمي الكوادر طوال هذه السنوات، اليوم سوف يستطيع أن يصنع الطفرة المطلوبة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون؟ في واقع كمان عايز أضيفها. سنة 2007 كان هو رئيس مهرجان الإعلام العربي.
في السنه دي في طبعا العهدة في الرواية على لا ده انا على هقول لك أحمد. اشخاص احياء شاهدوا الواقعه دي. طارق الشناوي الناقد الفني المصري، وايضا الاستاذ محفوظ عبد الرحمن، طبعا ده راجل غني عن التعريف، هو كان رئيس لجنه الدراما في التوقيت ده. حصل تلاعب في نتائج هذه المسابقه بما يخالف لوائح الاتحاد، يعني ما كانش في حاجه اسمها ذهبيه مناصفه في الوقت ده، وعلى ترضيه لبعض الفنانين ادى الذهبيه مناصفه على عكس النتائج اللي جات له من لجنه الدراما. يعني هو تم تعديل النتائج على المسرح على المسرح. لايف. يعني لم يستشر فيها أصحاب أو أعضاء من اللجنة التي قامت عشان يبقى عارفين بالتحكيم. النظام، اللجنه بتبعت النتائج في ظرف مغلق، هو بيفتح الظرف ويقرا. فين ممكن يتم التلاعب؟ في اللحظه اللي انا هقرا فيها. يعني الرجل ارتجل الجائزة أو بضغط العمل من وزير الاعلام في الوقت ده لترضيه بعض النجوم. مع شديد احترامنا للنجوم دول، يعني الحق حق ان يتبع. لو انا طيب. محترم مكانتي هنسحب.